كانت الغرفة هادية في المستشفى إلا من صوت أم زين. كانت نايمة على السرير وجسمها ضعيف، وعينيها بتدور على ابنها الصغير زين اللي نايم جنبها ومش فاهم حاجة. مسكت ايد جوزها ناصر وقالت: ناصر، أنا حاسة إن وقتي خلاص قرب. زين أمانة في رقبتك، ما تسيبهوش لوحده، خليه يتعلم، خليه يبقى راجل كويس. اوعى تحسسه في يوم إنه يتيم، أنا قلبي عليه. ما تقولش كده يا ام زين، انت هتقومي بالسلامة، بس لو حصل اي حاجة اوعدك ان هكون له الام والاب، وهحافظ عليه وهخليه يكبر ويتعلم ويبقى احسن راجل. الأم بصت لزين وهو نايم، ودموعها نزلت في صمت وكأنها بتودعه من غير ما يحس. خلي بالك منه يا ناصر، ده ملوش غيرك من بعدي، ما تخليش حد يأذيه ولا يحرمه من حنانك. أنا بموت وقلبي عليه مش عليا. ناصر حضن إيديها وبسها، لكن في اللحظة دي إيديها سكنت فجأة. صوت الأجهزة وقف. ما كملش 40 يوم على موت الأم إلا وكان البيت اتغير. ناصر واقف جنبه عروسته الجديدة اسمها عزة، اللي ملامحها قاسية ونظرتها حادة من أول لحظة. زين كان واقف بعيد، ماسك في هدومه القديمة، بيبص عليها بخوف. ده بقى ابنك؟ شكله تقيل قوي، ربنا يستر ما يكونش عبء علينا. انا بصراحة ما بحبش العيال اللي امهم ميتة، بيبقوا دايما مشاكل كده ونكد في البيت. ناصر حس بخنقة لكن حاول يعدي الكلام. ده ابني يا عزة وملوش ذنب في حاجة، وانا مسؤولة عنه وهتعامليه كويس زيه زي اي حد في البيت، مفهوم؟ ده لسه صغير ومحتاجنا كلنا. والله بقى انا هتعامل على قد اللي هشوفه، بس من الاول كده انا مش بحب الفوضى ولا المشاكل، واللي يغلط يتحاسب حتى لو كان مين، وانا كلامي واضح من دلوقتي. ومن اللحظة دي بدأ الكره يكبر جواها من ناحية زين من غير سبب حقيقي، مجرد وجوده كان بيضايقها. مر الوقت وعزة خلفت بنتين، لكن معاملتها لزين كان بتسوء يوم عن يوم، لحد ما حصلت أول مشكلة كبيرة. في يوم دخلت عزة البيت وهي بتصرخ ووشها مليان غضب. شفت يا ناصر؟ البقرة ماتت، البقرة اللي كان سبب رزقنا راحت، وكل ده بسبب مين؟ بسبب ابنك النحس. من يوم ما كبر والنحس هل علينا، الخير بقى يروح من البيت واحدة واحدة. ناصر اتفاجئ من كلامها وبص لزين اللي واقف مرعوب. ازاي يعني بسبب زين؟ دي حاجة بإيد ربنا يا عزة، ملوش دعوة باللي حصل، ده لسه طفل وما يتحملش الكلام ده كله. لا يا اخويا يتحمل، انا مراقباه من اول يوم، كل ما يقرب من حاجة تبوظ. البقرة كانت كويسة، اول ما راح جنبها وقعد يلعب حواليها، تاني يوم ماتت على طول. مش صدفة دي. زين كان واقف ودموعه نازلة ومش فاهم ليه بيتقال عليه كده. ما عداش وقت كبير إلا وحصلت مصيبة تانية زادت النار أكتر. عزة دخلت تصرخ تاني، بس المرة دي بانهيار أكتر. الحقني يا ناصر، الحقني يا أخويا، الفراخ كلها ماتت بعد ما ابنك طلع لهم الأكل. ما عداش ساعتين وكانوا واقعين ميتين في الأرض. هو ده مش نحس برضو ولا إيه؟ ناصر بدأ يتوتر وبص لزين نظرة كلها شك لأول مرة. قولي يا زين، انت عملت ايه؟ حطت لهم ايه في الاكل ورد عليا، انا عايزه افهم. كل شويه مصيبه تحصل بعدك، ده مش طبيعي. زين كان بيعيط ومش قادر يدافع عن نفسه. والله يا بابا ما عملتي حاجة، أنا بس حطيت لهم الأكل زي ما قالت لي عزة، أنا ما أعرفش اللي ماتوا، أنا ما عملتش حاجة والله. أهو بنفسك سمعت، ده كمان بيقول لي يا عزة كل حاجة ورا مصيبة. أنا مش هقدر أعيش في بيت في نحس، يا أنا يا هو يا ناصر، وأنا استحملتك كتير. ومن اليوم ده ما بقاش فيه هدوء في البيت. ناصر والخلافات بينه وبين عزة بقت جزء من يومهم العادي. صوتهم العادي بقى مسموع لكل الجيران، وكل مشكلة كان بتبدأ وتنتهي باسم زين. عزة ما كانتش بتفوت فرصة غير لما تحط اللوم عليه. لو حاجة اتكسرت يبقى زين السبب، لو رزق قل يبقى هو نحس. حتى المشاكل بينها وبين ناصر كانت دايما بتدخل زين فيها وبتكبرها أكتر. ناصر في الأول كان بيدافع عن ابنه، لكن مع كتر الضغط والكلام الشك بدأ يتسلل لقلبه من غير ما يحس. بقى محتار من عقله اللي بيقوله إنه ابنه بريء وكلام مراته اللي ما بيقفش. المشاكل عدت والخناقات كبرت لدرجة إن البيت بقى وصل للانهيار. خناقات يومية وتهديد بالطلاق في كل مرة.
لحد ما الموضوع فعلا وصل لنقطة ما فيهاش أي رجوع. ناصر بقى حاسس إن هو تايه، لا عارف يرضي مراته ولا قادر يحمي ابنه. لحد ما في يوم أخد قراره، صحي بدري ومسك إيد زين وراح بيها على بيت جدته وأم والدته، وهو جواه ذنب كبير. أنا جايلك يا حماتي وشايل هم كبير فوق طاقتي. البيت بقى نار، كل يوم مشاكل، وعزاه مش سايبة زين في حاله، وأنا تعبت وخايف البيت يتخرب أكتر من كده. انت بتقول ايه يا ناصر؟ عايز تسيب ابنك ده لسه صغير ومحتاج حضنك، ده أمانة أم الله يرحمها، ازاي قلبك يطوعك تبعده عنك بالشكل ده؟ رد عليه خال زين وقال: يعني بدل ما تحميه وتدافع عنه جاي ترميه عندنا؟ ده ابنك انت، مش حمل تقيل علشان تشيله لغيرك، انت أولى بيه من أي حد في الدنيا دي. ما انت خاله انت كمان يا عماد، وانا مش برميه والله، انا بعمل كده علشان احميه. عزة كل يوم وجع دماغ بالمشاكل، وانا بقيت بشك هو مش عايز اظلمه ولا اسيبه يتأذى اكتر من كده. لو فعلا خايف عليه خده في حضنك مش تبعده، الولد مش محتاج غير أب يحبه ويصده عنه الأذى، مش يسيبه يقول ده الحل، كده بتكسره أكتر. واحنا مش هنربيه بدل ابوه، احنا سند ليه لكن مش بدل عنك. لو سبت ابنك النهارده بكره هتندم ومش هتعرف ترجع اللي ضاع منه. يا جماعه فهموني، انا بيتي بيتخرب ومراتي طالبه الطلاق، وانا مش هقدر استحمل اكتر من كده. ابن بنتكم عندكم اهو، يلا عن اذنكم. بعدها أبو زين بيقطع الكلام معاهم وبيسيبهم وبيخرج، وخال زين بيتكلم مع والدته. وبعدين المصاريف كتيرة يا أمي، وأنا شغلي على قدي، وزن كبر شوية، لازم نلاقي حل يساعدنا كلنا من غير ما نكسره، ده كفاية إن أبوه سابه من غير مصاريف. أنا قلبي مش مطوعني أشيله وهمي بدري كده، بس برضه الظروف صعبة، لو في شغل خفيف يتعلم منه، هو شكله شاطر وذكي. أنا كنت بفكر أوديه عند الشيخ عوض في الجزارة، راجل طيب وهيتعلم صنعة بإيده ويشغل وقته بدل ما يفضل حزين كده. الجدة وقتها سكتت شوية وبصت ناحية الأوضة اللي نايم فيها زين. بس هو حد يكسر نفسه يا عماد؟ الواد ده قلبه مجروح، محتاج يتداوى قبل ما يشيل هم الدنيا يا حبة عيني. وفي الأوضة كان زين نايم صاحي، سامع كل كلمة ودموعه نازلة في صمت. أنا هشتغل وهبقى راجل وهوريهم إن أنا مش نحس، أنا بس عايز حد يصدقني. وبعد أسبوع عمال خالزين مسك إيده الصبح بدري وديه على محل الجزارة عند الشيخ عوض. من أول يوم زين شد انتباه الشيخ بذكائه وسرعته، بيعرف يتعلم من نظرة وإيده خفيفة في الشغل. الشيخ عوض فضل يراقبه كام يوم، وكل يوم إعجابه بيزيد لحد ما قرر ياخده معاه القاهرة يشتغل في محله الكبير هناك ويعلمه الصنعة على أصولها. جدة زين كانت قاعدة مع عماد وبتسأله على أحوال زين. هاي يا ابني طمني على زين، قلبي من امبارح وهو وجعني عليه، الواد غلبان، نفسي أشوف راجل كده يعتمد عليه ويشرفنا قدام الناس. اطمني يا أمي، الشيخ عوض بنفسه عجبه زين قوي، قال الواد ده دماغه نظيفة وبيعرف يتعلم بسرعة، وخده مع القاهرة يشتغل هناك في محله الكبير. القاهرة؟ طب يا ترى هيستحمل الغربة ولا لأ؟ أنا قلبي هيبقى عليه، بس لو فيها مصلحة وربنا كاتبها له يبقى يمشي ورا رزقه وربنا يفتحها عليه. وكمان يا أمي الشيخ قال هيتبناه كأنه ابنه بالظبط، وهيصرف عليه ويكمل تعليمه، مش بس الشغل، قال عايز يبقى حاجة كبيرة ويعتمد عليه قدام الناس. فيه الخير والبركة إن شاء الله، أكيد ربنا ما اداهوش عيال، علشان كده قلبه ملي زين وشاف فيه اللي كان نفسه فيه، ربنا يعوضه ويبارك له فيه يا رب. وعندي عزة كانت قاعدة مع ناصر بتشكيله من قلة الرزق في البيت. أنا مش فاهمة يا ناصر، البقرة الجديدة اللي جبتها يا أخويا ما بقتش بتجيب لبن زي الأول، والفراخ لا بنشوف منها بيض ولا حاجة، الخرقة اللي فجأة كده، مع إننا قلنا النحس اتفك. نحس ايه اللي اتفك يا ولية؟ ده احنا اللي مشينا الخير بإيدينا، الواد كان بركة في البيت وانت اللي ضيعتيه من ساعة ما بعد، والخير بيختفي واحدة واحدة. بقول لك ايه يا اخويا، انا كنت عايزه ارتاح منه شويه من المشاكل، مش كل حاجه عليا، الواد كان تقيل ومسؤوليه، قلت يقعد عند جدته يومين والدنيا تهدى، ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. يومين ايه بس يا عزة؟ ده انت كنت مستكترة عليه اللقمة وبتعامليه كأنه غريب،
ده يتيم يا عزة، وكنت بتميزي بناتك عنه، وربنا ما بيسيبش حق حد. اللي عملتيه بيرجع لنا دلوقتي. يعني أنا بقيت ظالمة كده؟ ما أنا كنت بعمل اللي أقدر عليه، والبيت كان ضاغط عليا، وأنت سايب لي كل حاجة، ومش شايف أنا كنت في إيه؟ لا، شايف كويس قوي، وشايف ازاي كنت بتكسر بخاطره كل يوم، لا كلمة حلوة ولا رحمة. وكنت ساكت علشان البيت يمشي، بس طلع سكوتي أكبر غلط. واللي يتكسر بخاطر يتيم ربنا بيغضب له، واحنا اللي جبنا ده لنفسنا، مش النحس ولا الدنيا. دي دعوة مظلوم طلع من قلبه، وانت السبب فيها. وبعد كام يوم عزة قابلت جارتها أم أحمد، وسألتها عن زين وقالت: هو فين زين يا عزة؟ بقاله كام يوم كده مش باين، كنت بشوفه رايح جاي يخدمك ويجري في شغل البيت. الواد هادي ومؤدب وطيب قوي. زين خلاص ارتحت منه أخيرا، كان تقيل على قلبي ومسؤولية زيادة. دلوقتي الدنيا أهدى، ومش شايلة هم حد غير بناتي ومستقبلهم وبس. ارتحت منه ازاي بس؟ ده يتيم يا بنتي، وكان محتاج حضن وحنية. ازاي قلبك استحمل تبعدي كده وتتكلمي عنه بالشكل ده؟ والله بقى أنا حرة في بيتي، ومش هخلي حد يزاحم بناتي على حقهم. الأرض والبيت ليهم هما، مش عايزة لما يكبروا يشاركهم فيها ولا ياخد حاجة منهم. يا مصيبتي، انت بتقولي ايه؟ ده أخوهم، ولما يكبر هو اللي هيشيلهم ويحميهم، مش ياخد منهم. الواد ده سند مش عدو، ازاي شايفة خطر كده؟ أنا مش شايفة غير مصلحة بناتي وبس. الدنيا علمتني إن كل واحد يدور على نفسه، وأنا مش هضحي بمستقبلهم علشان خاطر حد. أنا بأمن مستقبل بناتي. ربنا فوق الكل يا عزة، واللي يظلم يتيم عمره ما يشوف بركة. انتي مش شايفة الخرقة اللي عندك ازاي؟ يمكن ده بسببه واللي عملتيه فيه. كل واحد بيقول كلمتين وخلاص. الخير والرزق بإيد ربنا، مش علشان الواد مشي يبقى هو السبب. دي مجرد ظروفه هتعدي. الظروف لها أسباب، ويمكن أكبر سبب قلبي اتكسر. خدي بالك يا بنتي قبل ما تندمي. يلا عن إذنك. مرت السنين، وكبر زين بعيد عن أبوه. ناصر عمره ما سأل عنه ولا حاول يعرف أخباره، كأنه ابنه اختفى من حياته. في نفس الوقت عزة جوزت بناتها الاتنين، وكل واحدة راحت لحالها. لكن الغريب إنهم بعد الجواز بعدوا عنها، لا زيارة ولا سؤال. الدنيا دارت وفي ليلة قاسية النار مسكت في بيت ناصر وعزة، وكل حاجة اتحرقت، فلوس وأساس، وكل تعب السنين راح في لحظة. ما بقاش قدامهم غير إنهم يطلبوا المساعدة من بناتهم. لكن الصدمة كانت أكبر. الاتنين رفضوا يستقبلوهم، وكل واحدة اتحججت: معلش يا ماما، ما اقدرش اخدكم عندي في بيتي. اهل جوزي صعبين، وحماتي ما بتسكتش، وانا عايشه معاهم بالعافيه. سامحيني يا ماما، انت ممكن تروحي لاختي، هي كده كده عايشه لوحدها ومش معاها حد. انا روحت ليها يا حبيبتي، وقالت جوزي ومش جوزي، والبيت ضيق علينا. على العموم كتر خيركم، انا وابوكم ربنا يتولانا برحمته. وسط الضياع سمعوا عن تاجر أمين في المدينة، معروف إن هو بيساعد الغلابة ويقف جنب أي حد محتاج. راحوا له على أمل جديد. وقف ناصر قدامه مكسور، لكن التاجر أول ما شافه عرفه فورا. يا ابني احنا ناس على باب الله، بيتنا اتحرق وأضاع كل حاجة نملكها، لا فلوس ولا مأوى. جايين نطلب ستر ربنا على يدك، تساعدنا نقف على رجلينا من تاني. تطلب مساعدة؟ طب لو حد كان اتظلم واتكسر بخاطره واترمى من بيته وهو صغير، كنت هتساعده ولا كنت هتقول يرتاح منه زي ما عملت زمان؟ انت بتقول ايه؟ احنا مش فاهمين قصدك. احنا عمرنا ما ظلمنا حد، احنا جايين نطلب الرحمة وبس. الدنيا قست علينا بما فيه الكفاية، ما بقاش لنا حد. لا، ظلمته يا عزة، وطردته طفل يتيم من بيته، واعتبرتوه حمل تقيل، وبعدتوه بعيد عن حضن أهله. فاكرين ولا نسيتم؟ ولا الذاكرة بتمشي على كيفكم وبس؟ الكلام ده انت تعرفه منين؟ مين حكالك؟ وانت مين اصلا علشان تفتح جروح قديمة بالشكل ده؟ احنا فعلا غلطنا، بس الزمن عدى خلاص. انا اللي الزمن عدى عليا. انا زين يا ناصر، ابنك اللي ما سألتش عنه يوم، ولا دورت عليه، ولا فكرت حتى هو عايش ولا ميت. ايه زين؟ معقولة تبقى انت؟ يا نهار ابيض،
ازاي كبرت كده وبقيت الراجل ده؟ احنا ما كناش نعرف. انت وصلت لكده ازاي؟ سامحني يا ابني، ابوس ايدك، انا غلطت في حقك غلطة كبيرة قوي. سبتك لوحدك وما حميتكش، كنت ضعيف وساكت، والنهاردة بدفع تمن سكوتي وقسوتي عليك. انا ظلمتك يا زين وكنت قاسية عليك يا ابني، سامحني. والله ما كنت فاهمة قيمتي اللي كنت بعمله. سامحني واعتبرني امك وارجع لنا تاني. انا ندمانة على اللي عملته. انا كنت غبية قوي علشان فكرت بس في بناتي والورث. اللي اتكسر زمان مش سهل يتصلح بكلمتين. انا بنيت نفسي لوحدي وشفت ايام صعبة. الشيخ عوض الله يرحمه هو اللي ساعدني، لا عندي ما وقفت على رجليا، بس برضو انا مش هكون زيكم، واللي هتطلبوه هتاخدوه، بس الحساب عند ربنا. انا السبب يا زين، سامحني يا ابني. انا اللي عملت فيك كده زمان علشان الورث وخايفة على بناتي. فكرتهم سندي لما يكبروا، بس طلعوا اول ناس اتخلوا عني وكسروني انا وابوك. عزة كملت كلامها وهي بتعيط وبتقول: كنت شايفاك عقبة في طريقنا، خفت تاخد حقهم، بس أنا اللي كنت غلطانة. ظلمتك وأذيتك وبعترف بده قدامك. لو في ذرة رحمة في قلبك سامحني. حتى أبوك اللي واقف ده ما كانش بيسأل عنك بسببي. أنا اللي كنت بمنع السؤال. والد زين قعد في الأرض وفضل يعيط على السنين اللي ضاعت بعيد عن ابنه. لكن رغم كل اللي حصل، زين ما كانش قلبه قاسي، ما طردهمش ولا كسرهم زي ما اتكسر قبل كده. وده اللي اتعلمه من الشيخ عوض، وأمر إنهم يتوفر ليهم بالصغير علشان يعيشوا فيه، وكمان مرتب شهري يكفيهم ويخلي حياتهم مستورة. بس في نفس الوقت حط حد واضح، مرجعهمش لحياته ولا لقلبه زي الأول. بص ليهم بهدوء وقال: المسامحة حاجة والنسيان حاجة تانية. أنا ببركم علشان ده واجب عليا، بس الجرح اللي اتفتح زمان له تمنه، ومش هينفع أرجع زي الأول. كتر خيرك يا ابني، ربنا يسترك زي ما سترتني أنا وأبوك. وقف زين لوحده ورفع عينه للسما وابتسم ابتسامة هادية فيها راحة سنين. حس إنه وفى بوعده، لكن لنفسه وللأيام اللي صبر فيها. وقتها بس كان متأكد إن ربنا ما بيضيعش حد توكل عليه. بعدها زين وفر ليهم سكن وقعدوا معاه في المدينة، وكانت عزة وناصر بينزلوا البلد كل فترة والتانية علشان يطمنوا على بناتهم، رغم إن قلوبهم حزينة بسببهم لما رفضوا يساعدوهم في البداية.